السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين، عام دراسي يكون سعيد عليكم وعلى ولادكم يا رب ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض تورتاية. دي كانت تاني تجربة ليا. جبت نص دقيق اسبونج، حط عليه 6 بيضات ومعلقة فانيليا ونص كوباية مية، وهحط كمان عليهم معلقة محسن جل، معلقة كبيرة. المية عادي ممكن تكون مية من الحنفية او لو مية من التلاجة بتبقى حلوة كمان، وبتساعد الخليط يكون هايش كده وجميل. بصوا انا هفضل بقى اضرب فيها بالمضرب كده لحد ما لونها يتغير. تاخد تقريبا معاكم حوالي 10 دقايق ضرب. اللون هيبقى شبه الكريم شانتيه، وهي قوامها كده بيزيد وبيرتفع. طبعا انا عامله صينيه دهناها وحاطه فيها ورقه زبده ومظبطاها. شايفين بقى لونه ايه؟ جبت بقى الصينيه انا مقطعه كده جزء من تحت ورق زبده، وظبطتها وعملت الجوانب عشان لما ترتفع يبقى في حاجه في الصينيه تبقى عليت يعني. وجبت كده عود الشيش وابتديت كده اطلع الهواء اللي جوه الخليط. دي بقى كيكه هعملها شوكولاته، بس هعملها بقى مش بدقيق سبونج، بدقيق عادي. دي كوبايه دقيق، عليها نص كوبايه كاكاو، وهحط عليهم كمان باكو بيكنج باودر، وهحط عليهم نص كوبايه نشا، وكوبايه الا ربع سكر، وحطيت 4 بيضات. وطبعا هحط برضو محسن جل ونص كوبايه ميه، وهضرب كل المكونات مع بعض. برضو هفضل اضرب فيهم لحد ما يبقى لونهم زي الكريم شانتيه بالكاكاو. شايفين الشكل؟ هحط برضو في الصينيه نفس الطريقه، بس طبعا كانت الكيكه اللي جوه الفانيليا استوت وطلعتها، وعملت بقى التانية بعديها برضو كده بعود الشيش، بروح مطلعه الهواء كده منها. هعمل بقى الكريم شانتيه. دي ميه متلجه طبعا، حطيت كوبايتين ميه متلجه، حطيت عليهم ربع كيلو كريم شانتيه، وحطيت نص كوبايه سكر، وممكن كمان تحطي معلقتين كريمه باستري، وضربتهم بقى وحطيتهم في التلاجة. مش هشغلكم بتضربوا ازاي عشان طبعا وقت الفيديو ده. بقى هعمل الجناش بتاع الشوكولاته. دول كوبايه كريمه، وممكن كمان تبقى لبن عادي. حطيت عليهم نص كوبايه كريم شانتيه باودر، واحط عليهم معلقتين زيت. طبعا الزيت يكون زيت ذره ملوش ريحه ولا حاجه. هقلبهم كويس قوي وهرفعهم على النار. لما غليوا جبت كوبايه شوكولاته خام انا مقطعاها وحطيتها عليها، وطبعا الخليط سخن، فهفضل الف بسرعه كده. هتلاقي الشوكولاته كلها ساحت، وهتلاقي الجناش كده بيلمع وشكله جميل. بصوا طبعا الجناش ده لو انا تقلته شويه بشوكولاته تاني، يعني لو كنت حطيت شوكولاته ازيد ممكن بعد شويه لما يبرد بقى بتلاقيه مسك في بعض، لكن هو هيبقى يعني كويس. سيبته بقى يبرد والكريم شانتيه في التلاجة. هشوف بقى الكيكه استوت. بصوا ارتفعت ازاي. هاخدها بقى اسيبها اطلعها من الصينيه واسيبها تبرد خالص، وبعد كده قطعوها بقى زي ما تحبوا. وقطعت برضو الكيكه الشوكولاته. انا هعمل نص ونص. هبتدي بقى احط نص شوكولاته، الكيك شوكولاته، والنص تاني. وحاطه بقى الكريم شانتيه في اكياس، على فكره اكياس عاديه، اكياس تلاجة عاديه. حطيت الكريمه فيها عشان تبقى سهله عليا وانا بحط الكريمه في وسط الكيك يعني. ابتديت كده اظبط، حتى كمان سكينه عاديه بظبط بيها كده. انا مقطعه قطع مانجا علشان انا هعمل نصها مانجا والنصها التاني شوكولاته. احط بقى قطع المانجا كده،
طبعا انا بسقي بايه، بسقي الكيك بايه، نص كوبايه سكر عليها كوبايه ميه، وبسيبهم ياخدوا غلوه، وبديهم عصره ليمونه بسيطه قوي، وياخدوا غلوتين كده، السكر يفك كله ويستووا مع بعض. وبعد كده بسيبهم يبردوا، وبحطهم بقى في ازازه. وانا كمان عامله الازازه يعني خرمه الغطا بتاع الازازه كده، عامله فيه فتحات عشان يبقى ترش معايا كويس. بصوا بسقي كده، واروح حاطه الكريم شانتيه اسويه، وبروح جايبه شويه من الجناش اللي انا عاملاه احطه جوه ايه على الكريمه، شويه بقى بندق، تمام، مكسرات اللي يعجبكم، لو حتى هتحطوا سوداني هتطلع طعمها جميل. والجنب التاني بعمل مانجا، بحط المانجا، هفضل بقى احط كده لحد ما اعمل كل الطبقات. طبعا هم طلعوا معايا 4 طبقات، 4 طبقات كيك فانيليا، و4 طبقات كيك شوكولاتة. وعلى فكرة اتفضل كمان كيك معايا، خليتها بقى يعني اكلناها بقى كده. هنا بقى انا حسيت ان الايه، ان هي مش مظبوطة، مش قد بعضها. هبتدي بقى اشوف مثلا لو انا عندي حتة كيك ممكن اظبطها من تحت الكيك بالشوكولاتة لحد ما تظبط خالص وتبقى ايه متظبطة قد بعضها. بصوا يا جماعة، انا طبعا يعني زي ما قلت لكم انا تاني مرة اعمل كيكاية في البيت، اعمل قصدي تورتايه يعني في البيت، وانا اللي اشتغل بيها. فانا ما عنديش الادوات بتاعت اللي اتعامل بيها مع التورتايه، بس يعني الحاجات اللي عندي انا وظفتها. يعني هتشوفوني مثلا وانا ببتدي اظبط الكريمه كده بالسكينه. هحاول اعمل اشكال كده في جناب الكيك بالقطعه بتاعه البطاطس اللي بقطع بيها البطاطس مزجزجه كده. فيعني هحاول ان انا اظبط نفسي واشوف يعني بابسط حاجه اظبطها. جبت بقى اخر طبقه ورحت حطاها، وحط عليه، وطبعا هرش بقى طبعا اسقسق الكيكه كده اهي. بصوا ابتدت تتظبط ازاي، حطيت عليها اهو اخر حاجه، وهحط بقى عليها كريمه كده خفيفه من فوق. وطبعا هي كده كان الوقت بقى ايه، الجو حر، فهحطها شويه في الفريزر تمسك نفسها عشان اعرف احط بقيه الكريمه عليها. بصوا انا بحاول اساوي يعني بابسط حاجه، عشان بس يعني ايه، انا يعني بنزل الفيديو عشان اللي عاوزه تعمل كيك وتعمل تورته، وبتقول بقى ايه ده انا ما عنديش الامكانيات، اصلا انا عايزه اجيب مش عارفه ايه. لا، كل الحاجات اي حاجه عندك هتعرفي توظفيها وتعرفي تعملي بيها، وان شاء الله تعجب ولادك وتبقي عملتي حاجه في البيت عجبكم. وعلى فكره الواحد لما بيكون عامل حاجه وحد بيقوله يعني دي حلوه تسلم ايدك، بيبقى مبسوط جدا، حتى لو هو تعب. يعني قد ما تعب بيبقى مبسوط جدا لما حد يقوله تسلم ايدك، او دي جميلة، او طعمها حلو. فيعني نعمل بقى براحتنا في بيتنا واللي احنا عاوزينه. بصوا انت هتلاقوني مثلا بسوي شوية بالمعلقة، شوية بسوي زي ما قلت لكم كده بقطعة البطاطس دي. بصوا انا سبتها شوية ورجعت جبت الكريمة وكملت عليها تاني مرة، يعني حطيت عليها طبقة تانية. وبعد كده جبت شوية بندق كسرتهم تكسير كده ايه يعني مش ناعم قوي، جرشتهم كده بس. وابتديت بقى احطهم على الجزء اللي هو بالكاكاو او بالشوكولاتة يعني. ورحت جايبة بقى الجناش طبعا بارد، بارد خالص، ورحت بقى ايه منزلاه كده عليها. والجنب التاني كملت بقى الكريمة، وده بقى هعمل فيه المانجا. مقطعة بقى المانجا ومجهزاها، وهبتدي اشتغل ايه بيها. طبعا كل واحد يقدر يعمل اللي هو عاوزه. فيه مثلا حد مش هيحب يعمل مانجا، يعمل اللي هو عاوزه. كل واحد يعمل اللي في امكانياته. حد ممكن يحط تفاح، حد ممكن يحط عنب، فراولة في وقت الفراولة. برص بقى المانجا كده عاملاها
انا شرايح كده رفيعة. هبتدي بقى ايه ارصها. طبعا عشان الكريمة ساقعة، المانجا مسكت فيها وما وقعتش ولا ساحت. وخلي بالكم هي فضلت كده لحد ما خلصت، يعني لحد ما اتاكلت التورتايه والمانجا ما وقعتش من على مكانها. جبت بقى مانجاي يعني واحده شريحه تاني، ورحت لفاها كده ورحت حطاها في النص، ومن الحته اللي بتاعت النص دي عملتها زي نص ورده كده، رصيتها نص ورده. الجناب بتاعتها من تحت حطيت فيها برضو شرايح، صدقوني ولا ثبتها باي حاجه، هي وقعت بس. هي قصدي ما وقعتش خالص، انا حطيتها كده ولا اتثبتت باي حاجه، فضلت لازقه ليه عشان الكريمه ساقعه. كده خلصتها. وطبعا الشوكولاته اللي في النص دي انا كنت مسيحاها شوكولاته خام ومسيحاها وحطاها في على كيس تلاجة ولفاها كده، طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا رب تجربوها وتعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.